لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذها كافة الترتيبات الضرورية على مستوى المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد بين الجزائر وموريتانيا قصد فتحه أمام حركة الأشخاص، وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المسداه بمناسبة تدشين المعبرين الحدوديين الثابتين بين الجزائر وموريتانيا، والذي أشرف عليه مناصفة مع أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتاريخ 22 فيفري 2024. وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد تم ابتداء من يوم أمس الجمعة اتخاذ كافة الترتيبات الضرورية على مستوى المعبر الحدودي قصد فتحه أمام حركة الأشخاص وضمان سلاستها دخولا وخروجا من وإلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بالموازاة مع فتحه أمام الحركة التجارية. وتندرج هذه الإجراءات تجسيدا للإرادة السياسية السامية لرئيس جمهورية البلدين للرقي بعلاقات التعاون الثنائي والتنمية المشتركة وحسن الجوار. فارغة هكاك جرداء. إذا مرة أخرى نزيد نأكد على ضرورة السرعة، الإنجاز بالسرعة، لأن اليوم الشعبين الجزائري والموريتاني هم ينتظروا في الطريق هذه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.